والان احنا في ارض الانتاج او الارض بتاعت الزراعه المستديمه. زي ما حضراتكم شايفين الزراعه ماشيه ورا مننا. اهم حاجه يا جماعه في الزراعه، احنا عاوزين نتكلم الاول اهم النقاط اللي لازم نراعيها قبل ما ازرع عود الشتل. احنا اتكلمنا عن مواصفات الشتله الجيده واتكلمنا عن الخدمه. عاوزين نتكلم دلوقتي بقى على حاجتين عشان اوصل لاعلى انتاج، وعشان ازرع عود صح اوصل بيه لاعلى انتاج. اول حاجه لازم في 4 حاجات اخد بالي منهم جيد جدا قبل الزراعه. اول حاجه اختياري للشتله يكون جيد زي ما احنا اتكلمنا. تاني حاجه الميعاد المناسب للصنف اللي انا هزرعه. لو انا زرعت الصنف اللي زرعته صح هقدر اخد هنا اعلى انتاجيه. تالت حاجه المناخ اللي انا بشتغل عليه. انا عندي المناخ بتاع مصر ما يجيش في ايام تبقى حر زي الايام اللي فاتت وازرع، في الحاله دي برضه هتاثر على الشتل. رابع حاجه واهم حاجه بقى من وجهه نظري انا اللي هي الاداره الجيده لاول 20 يوم من بعد الزراعه. يبقى دي كده 4 شروط لازم تحطهم قدام عينك كده قبل ما تبدا زراعه عشان خاطر تقدر تاخد اعلى انتاجيه. بعد ال 20 يوم دول بقى خلاص انت هتدير ري وتسميد مع مكافحه كويس جدا. خلاص انت كده ايه اهم حاجه ال4 شروط اللي في بدايه الزراعه. طيب طريقه الزراعه بقى. طريقه الزراعه زي ما حضراتكم شايفين اهم حاجه في الزراعه يا جماعه لازم يكون في عندي نقطتين مهمين. اول حاجه لازم يكون عامل مدرب جيد جدا عشان يقدر يزرع عود شتله كويس. تاني حاجه عود الشتله اللي انا هزرعه لازم يكون الجدر بتاعه بقدر الامكان يكون في صوره مستقيمه، ما يبنيش او ما يبقاش متني لاعلى او بيبقى متني لتحت. تالت حاجه برضو وانا بزرع لازم ما ابقاش مغطي منطقه الكراون بالتراب او منطقه البرعم القمي جامد، عشان الارض لو اتردم فوق منطقه الكراون انا في الحاله ديت البرعم مش هيقدر يطلع، بل بالعكس ممكن يحصل ليه عفن للبرعم ويموت مني والشتله تموت. دي شروط الزراعه في ارض الانتاج او ارض الوزن. لو حبينا مثلا نعمل نموذج للزراعه، احنا مثلا الشتله ده الجدر زي ما حضراتكم شايفين لازم يكون لونه ابيض كده، ما يبقاش لو كريمي ما يبقاش لونه فيه اي لون غامق او سدادي عشان ما يدورش على العفن. تاني حاجه لازم انا ببقى عامل زي ما حضرتك شفت كده لازم يكون الجدر مستقيم، ما يبقاش الجدر متني لفوق ولا متني لتحت ولا اردم على منطقه الكراون بتاعتي عشان خاطر البرع من الطرف يقدر ينطق محسن. زرعت والارض بتاعتي تستمر، اشتغل بقى عندي بالرشاش زي ما حضراتكم شايفين كده الرشاشات شغاله ورانا. الرشاشات دي لازم لمده 5 ايام متواصل تكون الشتلات دي شغاله عشان الايه الاجهاد اللي وقع على الشتله نتيجه التقليع من المشتل وعمليات الفرز للهواء والنقل. تمام. ومن هنا يبقى ان شاء الله نبدا نكمل معاكم الخطوه اللي جايه بعد الزراعه، وهي الاداره الجيده لاول 20 يوم من الزراعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.